مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جديد أخبار المغرب اليوم، وهذا أبرزها. تقف العلاقات الإسبانية البريطانية على هامش أزمة كبيرة بسبب اتهامات تتعلق بالسيادة. لكن قبل ما نبداو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد أخبار المغرب اليوم. إلى التفاصيل، حيث تقول سلطات جبل طارق المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي والتابعة للتاج البريطاني إن عناصر من الجمارك الإسبانية أطلقوا النار على أراضيها، في حين تتحدث مدريد عن هجوم بالحجارة استهدف عناصرها، حيث كانوا يطاردون مهربين للسجائر طالبة بتوضيحات وبفتح تحقيق. وبدأ الأمر حين كان مجموعة من المهربين يقومون بنقل شاحنات من السجائر بشكل غير قانوني عبر زوارق مطاطية ذات محرك سريع، فطاردته دورية الجمارك الإسبانية ليتجهوا إلى أراضي جبل طارق، وهناك شرعوا برشق العناصر الإسبان بالحجارة، ما دفع هؤلاء إلى الرد بإطلاق الرصاص باتجاههم، الأمر الذي اعتبرته حكومة جبل طارق انتهاكا للسيادة البريطانية. وتحدث رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو عن وجود أدلة تؤكد تورط إسبانيا في الانتهاك الصارخ للسيادة البريطانية، الأمر الذي وصفه بأنه قد يكون الأكثر خطورة وجدية من سنوات. وأضاف أنه في حال تأكد قيام عناصر الجمارك الإسبانية بإطلاق النار صوب منطقته فإن الأمر سينطوي على انتهاك صارخ للقانون، على اعتبار أنه يشكل مسا بالسيادة وتهديدا للسكان. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.